السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد. اليوم راح أقدم لكم انتقالات اللي صارت في الدوري الفرنسي. راح أتكلم عن الفرق اللي صارت فيها انتقالات كبيرة، يعني انتقالات مهمة. طبعا مثل باريس سان جيرمان، مثل موناكو، مثل بوردو، مثل ليل. نبدأ. الانتقال الأول، دي سانتوس من روما إلى موناكو. دي سانتوس حارس ممتاز، وما أخذ فرصته في روما لأنه تشيزني كان يعني هو الحارس الأساسي. فدي سانتوس كان يحاول بأنه يكون الأساسي في كاس، في الكؤوس حقت اللي تكون في روما، كاس إيطاليا وكذا، فما قدر. فدي سانتوس أعتقد ممكن يفيد موناكو من ناحية الحراسة. الانتقال الثاني، جليك من تورينو إلى موناكو. جليك لاعب جدا ممتاز من ناحية الدفاع، من ناحية قلب دفاع، كتنظيم الدفاع، ممتاز من ناحية القوة البدنية، وأيضا مشكلته إنه بطيء شوية بسبب إنه شوية ثقيل، لكن ممتاز من ناحية القوة البدنية. من تورينو إلى موناكو. لو تلاحظ موناكو يبقى يحاول بإنه يجدد في فريقه ويقويه. الانتقال الثالث هو انتقال جدا مهم، كليتشوف ياك من اشبيليا الى باريس سان جيرمان. طبعا لو لاحظ بانه امري حاول بانه ياخذ اللعيبه الممتازين من ناحيه اشبيليا، فاعتقد بانه انتقال مميز لكليتشوف ياك، وممكن يفيدهم في الوسط من ناحيه الاسيست او من ناحيه صناعه اللعب، وايضا من ناحيه كلاعب ارتكاز ممكن يفيد الفريق باريس سان جيرمان، خاصه بانه الفريق يحتاج الى قوه دفاعيه لينافس الفرق الكبيره في دوري الابطال. فاعتقد بانه كليتشوف ياك لاعب جدا ممتاز لباريس سان جيرمان، وايضا امري اتمسك به بعد ما راح من باريس سان جيرمان، فاعتقد بانه هو السبب الوحيد اللي يخلي كليتشوف ياك يروح باريس سان جيرمان. الانتقال الرابع، فالكاو من تشيلسي الى موناكو. طبعا فالكاو نلاحظ بانه اعير لتشيلسي من موناكو، فاعتقد بانه بعد ما يرجع من تشيلسي راح يدوله فرصه موناكو بانه يبدع. اعتقد بانه موناكو راح يسوي شغل كبير في هذا الموسم من ناحيه الدوري، وممكن ينافس باريس سان جيرمان، هو المنافس الوحيد لباريس سان جيرمان، واعتقد بانه راح يكون جدا قوي من ناحيه الهجوم وايضا من ناحيه الدفاع بعد تجديد الفريق. بن عرفة، حاتم بن عرفة من نيس الى باريس سان جيرمان. بن عرفة لاعب جدا ممتاز، ويستحق بانه يكون فريق كبير وفريق عنده مقعد فاضي يصير يلعب فيه حاتم بن عرفة، لانه من ناحية القوة، من ناحية المهارة، وايضا من ناحية القوة الهجومية، وايضا من ناحية العرضيات، وكلعب كجناح لاعب جدا ممتاز. ونلاحظ بانه بن عرفة سوى شغل كبير جدا مع نيس، وايضا مع نيوكاسل لما كان في الدوري الانجليزي. فاعتقد بانه باريس يحتاج الى بن عرفة، وانتقال مميز لبن عرفة. الانتقال تولالون من موناكو الى بوردو. بوردو لو نلاحظ يحاول بانه يحتاج الى صناعة لعب. تولالون ممكن يفيد الفريق من ناحية صناعة اللعب، من ناحية الاسيستات، من ناحية الخطورة، القوة الهجومية، او من ناحية الاستحواذ العالي. فاعتقد بانه بوردو راح يستفيد من تولالون كثير. الانتقال الاخير من اللاعبين، ايدير من سوانزي الى ليل. ايدير لاعب جدا ممتاز، ولاحظنا هذه الميزه حقته لاحظناها في كاس اليورو في اخر مباراه بعد ما سجل هدف. لو نلاحظ بانه لاعب ممتاز جدا من ناحيه القوه البدنيه، من ناحيه المرور، يعني من ناحيه التجاوز، وايضا من ناحيه التسديدات. ولاحظنا التسديده القويه في مرمى فرنسا في كاس اليورو في النهائي، هو اللي فوز طبعا البرتغال في النهائي.
الانتقال المدربين، راح اتكلم عن مدرب واحد يوناي امري من اشبيليا الى باريس. لو نلاحظ السؤال هنا، هل امري يعني ممتاز جدا بانه يقدر يكون كمدرب يعني فريق كبير؟ هنا السؤال، لانه امري يعني في بعض المدربين يكونوا مميزين في الفرق الصغيره، او نقول الفرق اللي ما عندها الامكانيات، مثل اشبيليا ما عندهم فريق ما عنده امكانيات في الدوري الانجليزي، او عفوا ما يقدر ينافس في الدوري الاسباني. فنلاحظ بانه اشبيليا فريق نقول ما عنده الامكانيات، لكن باريس سان جيرمان عنده الامكانيات، يقدر ينافس، يقدر يجيب الدوري الفرنسي او بطولة الدوري الفرنسي. فاعتقد امري هل سيتوفق مع باريس ام لا؟ هنا طبعا السؤال تجاوبون عليه في سناب شات او انستغرام او تويتر. طبعا هذا كان ما لدينا، اكيد طبعا لا تنسوا لايك وسبسكرايب. كان معكم اخوكم محمد، والسلام.